مساء الفل. قبل ما ابدا كده يا ريت تدوس على اللايك وتعمل كومنت وشير علشان الفيديو صحصح شويه، وانتوا كمان صحصحوا معايا لاني هرعبكم. جهزوا نفسكم كمان، يعني اشتركوا واعملوا فولو كده وفعلوا الجرس، مش هتخسروا حاجه. يلا بينا. الحكايه بتبدا مع واحده اسمها جوليا واخده عربيتها ورايحه للبيت الجديد اللي جوزها لسه مشتريه، لسه طازه طالع من الفرن كده سخن. المهم يعني بتكلم صديقتها في التليفون بتقول لها اسكتي يا بت، مش اشترينا بيت جديد؟ وقالت لها ايوه ايوه اكبر من بيتكم، فضلت خيرك بقى احنا عندنا حمامين ومطبخين وتسع اوض واربع صالات وبوتاجازين. وبتدخل البيت بعد كده بتلاقي الصنايعيه شغالين في كل مكان، ايش هنا اشباه هنا وسباك هنا. ولما دخلت عند السباك قال لها حاسبي، ارضيه الحمام كلها بايشه تقريبا كده، اللي كانوا ساكنين قبلكم كانوا بيعملوها في الارض مش في الحمام. فجوليا بتخرج تاني وبتقابل جوزها دانيال، وكان باين عليهم هما الاثنين انهم متحمسين جدا للبيت الجديد. واثناء ما كانوا بيتكلموا بيجي لهم السباك بيقول لهم بقول لكم ايه، انا لقيت الاسوره دي في مواسير الصرف فقلت اديها لكم، يعني لا تكون ضايعه من حد ولا حاجه. بيدخلوا بعد كده اوضه النوم، ودي الحاجه الوحيده السليمه في البيت. هما الاثنين بيقولوا لبعض احنا هنساعد بعض لغايه ما البيت ده يبقى زي الفل. وفي نفس اليوم ده بالليل جوليا بتبص على الصوره اللي اداها لها السباك وبتقفل الحلقات بتاعتها المفتوحه ولبستها بعد كده. وعاوز اقول لكم يعني ان الوقت اللي لبست فيه الاسوره دي هي اللي اتلبست. المهم بتطلع بعد كده صندوق مكتوب عليه اندرو، وجوليا كانت بتبص للصندوق ده بحنيه وحزن. في نفس الوقت ده بتسمع صوت جاي من الحمام، فجوليا بتروح ناحيه الحمام بتلاقي القط بتاعها واقف قدام الحمام، فبتقول له يا لو يا لو بتعمل ايه عندك؟ القط اصل اسمه لو. وبنلاحظ في الوقت ده ان في هوا طالع من الحمام كأن في حد واقف ورا المشمع ده بيتنفس. وفي الوقت ده القط بيخاف وبيجري، فجوليا بتروح ناحيه المشمع كده وبترمي ودنها، يعني املا منها انها تسمع اي حاجه. ولكن فجاه كده يا جدع في حد يعمل كده؟ ده مراتك ممكن تولد فيها الحركه دي. صحيح نسيت اقول لكم ان جوليا حامل، بس مش محتاج اقول لكم يعني هي باين عليها، اكيد ده مش القولون يعني. على كل حال دانيال بعد كده بياخدها في اوضه الاطفال، وهناك بيوريها كاميرا مراقبه هو حاططها وعامل لها اتصال بتابلت كده علشان يعني لما هي تخلف يقدروا يراقبوا الطفل من بعيد. كمان بيقول لها ان الكاميرا دي بصوت، يعني تقدر تتكلم مع طفلها من خلال التابلت وتسمعه كمان. على كل حال بياخدها بعد كده الحفله تابعه للشركه اللي هو شغال فيها، وهناك فضلوا يتكلموا مع دول شويه ومع دول شويه وتعرفوا على ناس كتيره جدا. وبعدها بشويه بتيجي واحده بتتكلم مع جوليا بتسالها اذا كانت جديده في المنطقه. جوليا قالت لها ايوه، قالت لها على رقم البيت اللي ساكنين فيه. فالست اللي قالت لها انا عارفه البيت ده كان في واحد اعرفه كان ساكن في البيت ده من سنين، بس للاسف يعني وقتها مراته جالها مرض خطير وخلص عليها. وقالت لها بعد كده انت سعيده باول طفل في حياتك اللي انت حامل فيه ده. فجوليا في الوقت ده وشها اتغير، ولكن بسرعه جدا دانيال وقال للست دي ان ده فعلا طفلهم الاولاني. المهم بيروحوا البيت ودانيال بيلاقي وش جوليا مقلوب، فبيقول لها ايه يا ست في ايه؟ قلب ابوزك من ساعه ما مشينا من هناك، ماذا بك بحق الجحيم؟ طبعا جوليا قالت له لو انت مهتم كنت عرفت لوحدك. لا ما قالتش كده، قالت له هو انت ليه قلت للست دي ان ده طفلنا الاولاني وانت عارف كويس ان ده مش طفلنا الاولاني؟ ليه خبيت عليها يا دانيال؟ دانيال قال لها بكل بساطه يعني ما كنتش عاوز ادخلها في تفاصيل، ايه اللي خليني اقول لست اول مره اقابلها قصه حياتنا. وبنعرف ان حوارهم مع بعض ان جوليا خلفت قبل كده، ولكن للاسف الجنين وقتها ما عاش. على كل حال جوليا في الوقت ده كانت متضايقه جدا من دانيال وسابته علشان تطلع تروح اوضه النوم. ولكن فجاه وهي طالعه على السلم كده بتشوف في عكس المرايه اللي قدامها طفل صغير، وجوليا اول ما بتشوفه توازنها بيختل فبتقع من على السلم. طبعا ده بيسبب خطر كبير جدا على الجنين، ودانيال بياخدها بسرعه ويجري بيها على المستشفى. وهناك جوليا لما بتفوق بتسال دانيال اذا كان الجنين بتاعها كويس. دانيال بيقول لها كويسه وزي الفل ما تقلقيش. وبنعرف ان الجنين اللي هي حامل فيه ده بنت. على كل حال بيجي لها بعد كده الدكتور المختص بتاعها وبيقول لها ان الوقعه دي اتسببت في تمزق صغير كده في المشيمه، فبالتالي الموضوع خطير شويه على الجنين. وقال لها علشان نعدي الشهرين اللي باقيين دول على خير انت يا ستي مش هتتحركي من على السرير نهائيا، ما تقوميش من على السرير خالص غير لو عايزه تدخلي الحمام، وده علشان خاطر مصلحه البيبي. وبصراحه يعني دانيال بيساعدها في الموضوع ده، بيجيب لها تلفزيون ولابتوب وبيشترك لها في الوصله ام 30 جنيه، كمان بيجيب لها ثلاجه صغيره وبيحطها جنبها، وبيجيب لها كمان مساكه علشان لو عايزه تجيب حاجه من بعيد ولا حاجه بيقول لها خد المساكه دي اهو، دي هتساعدك تجيبي اي حاجه بعيده عنك شويه. وعاوز اقول لك انها حلوه قوي في الهرش في الظهر، انا مجربها عن نفسي يعني. مش بس كده، كمان بيديها جهاز لاسلكي علشان هما الاثنين يتواصلوا مع بعض. وفي الاول قال لها اظبطيه على تردد رقم 23، ولكن لما ظبطوه على التردد ده بيتضح ان التردد ده بتاع الشرطه. فدانيال قال لها خلاص اظبطيه على تردد تاني، وتاني يوم بيسيبها ويروح الشغل. وجوليا بقى بتقضي اليوم كله على السرير، شويه تتفرج على التلفزيون، شويه تاكل، شويه تعمل تمارين. ولكن طبعا هي في حاله ملل كبيره جدا لانها مش قادره تتحرك، وبالنسبه لها المشوار بتاع الحمام الحاجه الوحيده العدله في يومها. المهم لما راحت الحمام وهي في الحمام كده بتسمع صوت خبط جاي من بره، فجوليا بتفضل تتتبع الصوت ده لغايه ما بتوصل للدولاب اللي موجود في الاوضه بتاعتها. بس مع ذلك لما بتفتح الدولاب مش بتلاقي اي حاجه. والنهارده بيعدي والليل بيجي ودانيال بيرجع من الشغل، فبيبص بعينه كده بيلاقي ان في طرد موجود في
الاوضه. فدانيال قال لها هو مين اللي جاب الطرد ده؟ طلع الاوضه هنا ازاي لا مؤاخذه؟ جوليا قالت له انها طلبت حاجه اونلاين ونزلت اخدت الطرد من المندوب عادي يعني. دانيال قال لها ايه؟ امال انا عامل ده كله ليه وصارف الفلوس دي كلها ليه؟ مش علشان تقعدي مكانك سيادتك؟ انت عارفه البتاع اللي انا جايبها لك دي اللي بتخرشي بيها في ظهرك بكام؟ قالت له انت بتزعق ليه؟ انا طول اليوم على السرير مش عارف اعمل ايه، بتقلب يمين وشمال زي حته اللحمه اللي بتتشوي على الجريل. بقول لك ايه يا دانيال ابعد عنها الساعه دي علشان الفتره دي في الحمل ممكن تخليها تبلعك اساسا. على كل حال يعني دانيال في الوقت ده بيقول لها كلمتين حلوين وبيصالحها وبينام. ولكن في نفس الليله دي في نص الليل جوليا برضه بتسمع صوت خبط في الدولاب، فبتقوم كده بتروح مقرنبه ودانها بتبص ناحيه الدولاب. وفي الوقت ده البرق بينور، جوليا بتشوف ايه؟ عينين حد جوه الدولاب بيبص عليهم. فجوليا بقى اترعبت وفضلت تنده على دانيال وتقول له قوم بسرعه في حد جوه الدولاب بيراقبنا. فدانيال عين رحايم مخضوض ما كانش قادر يمشي فكان بيحبي، وبسرعه جاب عصايه وراح ناحيه الدولاب علشان يضرب اللي جوه الدولاب. ولكن لما فتح الدولاب ونور النور برضه ما لقاش اي حد. فقال له جوليا يا شيخه حرام عليك وقفت قلبي، يلا يا جوليا يا ماما نامي. وتاني يوم الصبح دانيال بيروح الشغل كالعاده وجوليا بتتحرك شويه وتروح تقعد عند شباك الاوضه. المهم يعني جوليا في الوقت ده بتبص من الشباك كده بتلاقي عيل صغير تحت بيلعب في التلج. فجوليا كلمته وسالته مامته فين، فالولد ده راح باصص لها ومشاور عليها هي. قال يعني ايه هي امه؟ فجوليا في الوقت ده وشها اتاخد. وفجاه كده الازاز بتاع الشباك بينزل مره واحده. بعدها جوليا بتبص على الولد ده ما لقيتهوش. في نفس الوقت ده بيجي لها اشعار على التابلت ان في حركه في الاوضه بتاعه الاطفال. فجوليا على طول بتشغل الكاميرا وبتبص يمين شمال في الاوضه كده وبيتضح ان السنسور كان لاقط الحركه بتاعه القط. بس برضه الموضوع مش بيقف لغايه هنا. جوليا بتشوف في عاكس المرايه اللي موجوده في اوضه الاطفال وش واحده بنت، وفجاه كده البنت دي بتجري. فجوليا على طول راحت اتصلت بالشرطه وقالت لهم ان في حد عندها في البيت. فالشرطيه اللي ردت عليها قالت لها طيب بقول لك ايه، انت موجوده فين؟ جوليا قالت لها في اوضه النوم. الشرطيه قالت لها تمام بسرعه روحي اقفلي باب الاوضه بتاعتك. وجوليا اسامه كانت رايحه تقفل باب الاوضه بتاعتها برضه شافت في عاكس المرايه رجلين حد بيمشي، فعلى طول جريت على الباب وقفلته. فالباب بتاع الاوضه فضل يخبط ويرزع، وبعدها على طول جوليا بتحس ان في حد ماشي فوق الاوضه. مش بس كده ده خطواته كمان بتطبع في السقف. وفي اللحظه دي الشرطه بتوصل، فجوليا بتبص ناحيه الشباك وبترجع تبص تاني على السقف مش بتلاقي خطوات الرجلين اللي كانت مطبعه. كمان دانيال جوزها بيجي وبيسال جوليا اذا كانت كويسه. المهم يعني جوليا بتقول لدانيال وبتقول للشرطي كل اللي حصل معاها واللي شافته، ولكن ولا دانيال ولا الشرطي صدقوا كلامها واعتبروها انها بيتهيأ لها. فدانيال بيمشي الشرطي بيقول له معلش احنا تعبناك معانا على الفاضي. وبعد كده بيطلع بيتكلم مع جوليا بيقول لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ هو انت بيتهيألك حاجات؟ انت رجعت تاني ولا ايه؟ وبقوله انت رجعت تاني ولا ايه كان يقصد ان جوليا بعد جنينها الاولاني اللي توفى مرت بحاله نفسيه مش كويسه وكانت بتاخد علاج. بس جوليا قالت لدانيال واكدت له ان اللي شافته بعينيها ده حصل فعلا ما كانتش تهيؤات. فدانيال قال لها بقول لك ايه، انا مش هستنى لما يحصل لك حاجه انت ولا الجنين، انا هجيب لك ممرضه تقعد معاكي وتاخد بالها منك. وبيسيبها وبيرجع الشغل. وبعدها بشويه جوليا بتطلع نفس الصندوق المكتوب عليه اندرو، وبيطلع ان الصندوق ده كان خاص بالجنين الاولاني، كان فيه عربيه لعبه كده كانوا جايبينها له والشراب بتاعه وكل متعلقاته الشخصيه. على كل حال جوليا بتفضل تبكي وتاخد العربيه دي في حضنها وبتنام. والساعه 12 بالليل جوليا بتصحى من النوم وبالصدفه كده بتبص على السقف بتلاقي العربيه اللعبه بتاعت ابنها بتتمشى على السقف لوحدها. وفجاه كده هوب العربيه بتقع على حجرها. فجوليا بتمسك العربيه وبتبص تاني على السقف كده مش بتلاقي اي حاجه غير طبيعيه. بس اللي مش طبيعي انها لما ترجع تبص تاني قدامها الولد ده هو نفس الولد اللي كانت اتكلمت معاه لما كان بيلعب في التلج. المهم يعني الولد ده كلمها وقال لها بقول لك ايه، ممكن اختي الصغيره تيجي تلعب معانا؟ وراح سايبها بعد كده وجري وخرج من الاوضه وقفل الباب وراه. فجوزها راح جالها وقال لها انا كنت سمعت صوت باب الاوضه خبط جامد، هو انت كويسه حصل حاجه؟ جوليا قالت له انا كويسه مفيش اي حاجه، وما قالتلوش اي حاجه من اللي حصل معاها لانه كده مش مصدقها. وتاني يوم بيجيب لها الممرضه علشان تاخد بالها منها. وفي الوقت ده جوليا كان فاضل لها شهر على الولاده. المهم الممرضه دي اسمها دلمي وست حبوبه كده وبسوميه قوي. جوليا بتسالها اذا كان عندها اولاد. دلمي قالت لها لا صدقيني انا حاولت كذا مره قبل كده ولكن جسمي تقريبا كده مش بينفع مع الحمل. وبنعرف منها يعني انها سقطت قبل كده 3 مرات وان كمان الموضوع ده مأثر فيها جدا وانها كان نفسها قوي تخلف. بعدها دلمي بتكلم جوليا في اللي هي مرت فيه وكانت بتدعمها نفسيا وجدانيا على كل اللي مرت بيه، وقالت لها ان هي هتفضل معاها لغايه ما تخلف وتقوم بالسلامه. ودلمي كانت طول الوقت مهتميه جدا بجوليا لدرجه انها كانت بتدخل معاها الحمام
الحمام. فجوليا قالت لها طيب انا بس حمى يعني، اتفضلي سيادتك وتعالي لي لما اخلص عادي يعني. فدلمي سابتها وخرجت. ومفيش بعدها كده في ثانيتين ثلاثه جوليا بصت في مرايه قدامها كده، شافت في العاكس بتاعها الولد اياه. فجوليا على طول لفت وبصت له كده، لقيت الولد ده بيشاور لها على الجنين بتاعها وبيقول لها اختي الصغيره. وجوليا في الوقت ده حست بألم شديد جدا في بطنها، ففضلت تنده على دلمي. فدلمي بسرعه جت لها ورجعتها على السرير، واتصلوا بعد كده بالدكتور بتاعها وجابوه. فالدكتور جالها وكشف عليها بالسونار، لقى ان الدنيا كلها تمام، وقال لجوليا ان اللي جالها ده انقباض مبكر وما تقلقش يعني مع الراحه تبقى زي الفل. بعدها قال لدانيال ودلمي يخرجوا بره علشان عاوز يتكلم مع جوليا لوحدهم. وقال لجوليا بعد كده بقول لك ايه، انت ترجعي تاخدي الادويه بتاعتك تاني الخاصه بالاكتئاب والحاله النفسيه اللي كنت فيها بعد خساره جنينك الاولاني. فجوليا قالت له ما ينفعش، مش انا حامل، ما ينفعش اخد الادويه دي. الدكتور قال لها ما فيش مشكله، انت كده كده في اخر شهر والادويه دي مش هتاثر على الطفل خالص. وسابها بعد كده وخرج علشان يتكلم مع دانيال. وبالصدفه هما الاثنين كانوا واقفين قدام الاوضه بتاعه البيبي. فجوليا شافتهم وسمعتهم من خلال الكاميرا اللي موجوده في الاوضه. والدكتور كان بيقول لدانيال ان حاله مراته العقليه مش كويسه، وان يعني الموضوع لو زاد عن حده هيودوها العباسيه. فجوليا راحت راميه التابلت وما كانش عاجبها الكلام ده خالص. وبتقضي بعد كده شويه ايام تانيين، وبيتبقى على يوم الولاده 18 يوم. وفي يوم كده بالليل جوليا كانت قاعده لوحدها وبتبص كده بتلاقي كره صغيره طالعه من تحت السرير. فجوليا راحت رميتها تاني تحت السرير لانها كانت فاكره ان القطه بتاعتها بتلعب معاها، وكانت كل ما ترمي الكوره تحت السرير الكوره تطلع لها تاني. بس بالصدفه كده جوليا بتشوف القطه بتاعتها بتتمشى قدام باب الاوضه. قال لها امال مين تحت السرير؟ يكونش دانيال. المهم يعني جوليا بسرعه بتركب مرايه في المسكه بتاعتها دي وبتبص بيها تحت السرير كده، برضه لقيت نفس العين اللي كانت في الدولاب بتبص عليها. بعدها بسرعه بتسمع صوت خطوات عيل صغير بيجري من الاوضه وبيرزع وراه باب الاوضه. وجوليا بتاخد بالها ان القط اللي معاها شافه، وده معناه ان دي مش تهيؤات، ده يا ريتها كانت تهيؤات يا اختي. وتاني يوم السما كانت بتاخد الشاور، جوليا بتكلم الولد الصغير ده وتنده عليه، بتقول له انها عاوزه تتكلم معاه. وبصراحه يعني الولد كله ذوق بيجي لها على طول. بس المره دي الولد ده بيقول لها حاجه غريبه، بيقول لجوليا انها لازم تمشي من البيت. فجوليا سالته ليه، في ايه؟ الولد قال لها لانها عاوزه البنت الصغيره. وبعدها اختفى. وعلى طول في الوقت ده دلما بتدخل عليها بتقول لها مش كفايه كده، يلا بقى لحسن تاخدي برد، انا خايفه عليكي جدا انت والبنت الصغيره. وراحت حاطه ايديها على بطن جوليا، وكان باين عليها جدا انها مهتمه بالبنت الصغيره تقريبا كده اكتر من جوليا اساسا. ده اللي خلى جوليا تخاف من دلما وشكت فيها. فدلما قالت اي معلش الافيهات الفقيعه مش عارفه ابطلها. المهم يعني بالليل جوليا بتقول لدانيال بقول لك ايه، هي دلما دي انت جايبها من فين؟ هل انت سالت عليها او على خلفيتها وعرفت ايه ظروفها اذا كانت عاقله يعني او مؤذيه او ايا كان؟ دانيال قال لها وانا هسال عليها ليه؟ المستشفى هي اللي بعتتها، فاكيد يعني مش هيبعتوا اي حد. فجوليا اضطرت في الوقت ده انها تقول لدانيال اللي قاله لها الولد الصغير. بس برضه دانيال ما صدقهاش وقال لها بقول لك ايه، لو فتحت سيره التهيؤات او الحاجات دي مره تانية انا هوديك المستشفى بنفسي. جوليا قالت له انا مش بيتهيالي، وعلى فكره الولد ده ابننا وبيحاول يساعدنا من الخطر اللي حوالينا. دانيال قال لها الله وكمان ابننا؟ انت نسيت ان هو توفى، ثم اساسا لما توفى كان لسه جنين. جوليا قالت له انا متاكده ان ده اندرو، انا ام وبحس باولادي وبحذرك اهو، في حاجه خطيره بتحوم حوالينا وحوالين الجنين. بس برضه دانيال ما صدقهاش وراح بعد كده على اوضه الاطفال وراح فاصل الكاميرا، ما تفهمش ليه يعني. وتاني يوم دلمي بتعمل الكشوفات الروتينيه لجوليا. بعدها هما الاتنين بيتكلموا مع بعض والكلام بيجيب بعضه، وبيتضح ان الست اللي كانت ساكنه في البيت اللي هم فيه دلوقتي ده كان معاها 3 اولاد، وكانت حامل في الرابع. والحمل الرابع ده كانت واحده بنت. وفي وقت الولاده وقتها جوزها اخدها بالعربيه علشان يوديها المستشفى، ولكن وقتها التلج كان على الطريق كتير جدا، ده اللي خلى العربيه اتزحلقت ودخلوا في شجره. والحادثه دي للاسف خلت الجنين اتوفى، فده اثر على حاله الام النفسيه جدا جدا. ودلمي بتقول لجوليا ان هم كانوا دايما في كل مره كانوا بيعدوا جنب بيتها كانوا بيسمعوا صوت الست دي بتصوت وبتبكي، لغايه ما في مره كده راحت اتجننت واخدت عيالها ال3 وغرقتهم في الميه، وبعدها راحت مخلصه على نفسها. ودلمي بعد كده سابت جوليا علشان تخرج. بس قبل ما تمشي جوليا سالتها هي الست دي كان اسمها ايه. دلمي قالت لها اسمها ميلاندرا كنزي. فجوليا بصت في الاسوره بتاعتها دي لقيت ان مكتوب عليها حرفين ام وكي اللي هو اختصارا لاسم ميلاندرا كنزي. وبيتضح ان الاسوره دي كانت بتاعت الست دي. يا زين ما اخترت انك تلبسي يا جوليا. في نفس الليله دي جوليا وهي قاعده في الاوضه بتاعتها بتبص في المرايه اللي قدامها، واللي عكس الباب بتاع الاوضه بتلاقي باب الاوضه بيتحرك ولكن مفيش اي حد. فدلمي بتروح جايبه المكنسه الكهربائيه الصغيره دي وبتحط فيها التليفون بتاعها وبتعمل اتصال فيديو بين التليفون وبين التابلت، وبتمشي بالتليفون بتروح بيه عند الاوضه بتاعه الاطفال. وجوه الاوضه دي بتلاقي الولد الصغير اياه. بس الولد ده اول ما شاف التليفون استخبى ورا الدولاب. فكلمته وقالت له يا اندرو انا مامتك، ما تخافش مني تعالى كلمني. فالولد ده راح طالع من ورا الدولاب بس جري الناحيه الثانيه. فجوليا راحت ماشيه وراه بالتليفون برضه علشان تتكلم معاه،
ولكن في الوقت ده جوليا بتتفاجئ بثلاث اطفال واقفين قدامها، واقف وسطهم الولد اللي كان بيتكلم معاها على طول. بعدها على طول تليفونها بيفقد الارسال، كمان بعدها باب الاوضه بيتقفل عليها. وفي الوقت ده جوليا بتتفاجئ بايدين ملفوفه حوالين بطنها تحت الهدوم وماسكه الجنين. وجوليا في الوقت ده بتحس بالم شديد جدا، بتفضل تصرخ لغايه ما دلمي بتجيلها. فدلمي بصت عليها كده وقالت لها ما تقلقيش انت شكلك بتولدي، وقالت لها ان هي هتروح تجيب العده بتاعه الشغل علشان تولدها. اما جوليا في اللحظه دي فقررت انها تشوف مقاله معموله عن الحادثه بتاعه الست دي اللي اسمها ميلاندرا كنزي، وبيتضح ان كل الكلام اللي قالته دلمي فعلا صحيح. كمان جوليا في الوقت ده بتشوف صوره لكنزي واولادها وجوزها، وفي الوقت ده بتتفاجئ ان الثلاث اطفال دول هم الثلاث اطفال اللي شافتهم في الاوضه، واللي منهم الولد ده اللي كان بيكلمها كل شويه. اتاري مش ابنها، ده ابن كنزي. كمان بتلاقي الاسوره دي اللي هي لابساها كنزي لابساها في الصوره. المهم في الوقت ده دانيال بيكون وصل البيت، فجوليا قالت له بقول لك ايه، احنا لازم نخرج من البيت دلوقتي. دانيال قال لها اللي انت بتقوليه ده. جوليا قالت له اسمع الكلام، احنا هنا في خطر خاصه بنتنا، احنا لازم نخرج دلوقتي. ولكن برضه دانيال كالعاده ما كانش مصدق جوليا وكمان كان متضايق منها. ولكن في الوقت ده كلهم بيسمعوا صوت جوه البيت، هما الثلاثه. مش بس كده، كمان جوليا بتحس بانقباضات جامده، والبيت كله كان عمال بيتكسر ويتدغدغ حواليهم. كمان بيسمعوا صوت جاي من جوه الدولاب، وبعدين بقى فهم الدولاب ده انا زهقت منه. المهم يعني دانيال بيروح يفتح الدولاب، اخيرا بيلاقي عيل من العيال. الولد بيقول لهم مساء الخير، بقول لكم ايه، انا عاوز اقول لكم بس ان ماما زمانها جايه. دانيال قال له جايه امتى؟ راح الولد قال له بعد شويه. فيا يا جماعه واحنا هنغني ولا ايه؟ المهم يعني الولد ده بعد كده راح اتشعبط في الدولاب واختفى. فدانيال قال لدلمي بقول لك ايه، هات الكرسي المتحرك علشان نحط عليه جوليا ونخرج من هنا تاني. ولكن لما جابت الكرسي المتحرك ده فجاه كده اتشد من ايديها وطار، وكمان هي طارت من الشباك، وللاسف وقعت من البيت وتوفت. فدانيال سند جوليا علشان يخرجها من البيت، بس فجاه برضه هو التاني بيتمسك، بيدخلوه الغساله الاوتوماتيك كده، بيدشملوه يمين وشمال، وفي الاخر بيغمى عليه. فبالتالي جوليا بقت لوحدها، بتبص يمين وشمال كده بتلاقي كل البيبان اللي حواليها بتتقفل، وده علشان ما تخرجش من اي مكان. ولكن بالصدفه كده بتشوف جهاز اللاسلكي، فعلى طول بتظبطه على الموجه بتاعه الشرطه وبتبلغ انها محتاجه المساعده. في اللحظه دي جوليا بتتشد مره واحده كده على الحمام وبتترمي في البانيو. وجوليا في الوقت ده كانت في مرحله الولاده، ففضلت جوليا تولد لوحدها من هنا. وبنتفاجئ بروح الست دي اللي اسمها كنزي جايه بتتمشى ناحيه جوليا. اما جوليا من الناحيه التانيه فبعد عناء والم شديد جدا اخيرا ولدت، والمره دي بتسمع صوت بنتها بتبكي. فجوليا فرحت جدا واخدت بنتها في حضنها وغطتها بسرعه. في الوقت ده كنزي كانت وصلت على باب الحمام، كانت جايه علشان تاخد البنت. فجوليا قالت لها بقول لك ايه، انا محدش هياخد بنت مني. وفضلت تتحرك بالبانيو علشان تقع من الحمام، لانها عارفه ان الارضيه بتاعه الحمام بايشه، وده اللي فعلا حصل. جوليا وقعت بالبانيو من فوق، البانيو اتدشمل، وكمان جوليا اتخبطت خبطه جامده، بس الحمد لله بنتها كانت كويسه. بس جوليا حالتها كانت خطيره جدا. وفي الوقت ده دانيال بيفوق وبيجري عليها علشان يطمن عليها. فجوليا بتديله البنت وبتقول له يخرج من البيت بسرعه. فدانيال قال لها هخرجها وارجع لك تاني بسرعه. ولكن كنزي ما سابتهوش يخرجها، وقفلت باب البيت كويس جدا، وفضلت تتمشى وتتمخطر كده ناحيه دانيال علشان تاخد منه البنت. وجوليا كانت شايفاها من مكانها وهي رايحه على دانيال، بس فجاه كده بنلاقي جوليا جايه وراها وبتقول لها تبعد عن بنتها. راحت كنزي بصالها كده وجريت على جوليا علشان تقتلها. ولكن في الوقت ده بنتفاجئ بجوليا قال ايه راحت ماسكاها من رقبتها، وهي اللي كانت مسيطره على الموقف تماما. مش بس كده، ده كمان رجعت النور في البيت تاني، وقالت لكنزي ان دي بنتها، وراحت راميها بره البيت وقالت لها ترجع مكان ما جت. بعدها جوليا بتروح لدانيال علشان تطمن عليه وبتساله اذا كان كويس يعني. ولكن دانيال مش بيرد عليها لما بيسمع صوت الشرطه جت بره، وبيفتح لهم الباب بسرعه. وبيفضل دانيال يصرخ ويقول لهم ان مراته محتاجه المساعده، وبيدخل بسرعه المسعفين لمراته. وفي اللحظه دي بندرك ان جوليا اتوفت، وان دي كانت روحها، علشان كده كانت قادره تتعامل مع كنزي. وجوليا لما بتدرك انها ماتت بتقعد على السلم وبتفضل تبكي. في الوقت ده بيجي لها الولد زياده وبيقول لها ان ابنها مستنيها. فجوليا بتقوم وبتدخل جوه اوضه، بتلاقي ابنها الجنين الاولاني موجود على سريره وبيعيط. جوليا شالته وكانت هتطير من الفرحه لما كانت شايلاه، واخدته بعد كده وطلعت بره تاني، لقيت ان سلم البيت بتاعها بيطلع على مكان منور جدا. فجوليا فهمت انها المفروض يعني تطلع السلم ده، بس قبل ما تطلع بتشوف ومضه غريبه شويه، الا وهي وش المسعفه اللي بتحاول تفوقها بتكلمها. فجوليا ادركت في الوقت ده انها عندها فرصه انها تعيش، بس في نفس الوقت مش عاوزه تسيب ابنها. لكن في اللحظه دي بتجيلها مين؟ دلمي. بتنده عليها وبتبص لها بصه كده اللي هو معناها ان جوزها وبنتها محتاجينها. فجوليا في الوقت ده بتدرك اللي المفروض تعمله، وهو انها تدي ابنها
لدلمي، لانها عارفه ان دلمي كان نفسها في طفل. كمان كانت عارفه ان دلمي هتهتم بابنها كويس جدا جدا، وده اللي عملته جوليا، ادت ابنها لدلمي، ودلمي بعد كده طلعت السلم. اما هي فرجعت تاني لجوزها وبنتها. واليوم ده بيعدي، وبعدها بسنه تحديدا بنلاقي بنت جوليا كبرت كده وبقت زي العسل، ودانيال نطع زي ما هو يعني. اما جوليا بقى فرجعت للشيب بتاعها، وهم الثلاثه كانوا عايشين حياه سعيده جدا. ولغايه هنا الحكايه بتنتهي. فيا ريت بقى ما تنساش تدوس على اللايك وتعمل كومنت وشير علشان الفيديو يوصل لناس اكتر. وكمان كالعاده لو انت اول مره تسمعني فاشترك كده واعمل فولو وفعل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.